سعيد عليكم. جه قصادي تويتر من حساب الفنان محمد صبحي على تويتر، موجودة برضو على فيسبوك. كلام بيقوله لمراته الله يرحمها اللي توفت من مدة. بيقول بعد ما قال لها كلام حلو، قال لها حبيبتي أفتقدك كثيرا وقد اقترب اللقاء. كلمة وقد اقترب اللقاء دي تقلق، ولقيت مكتوب في آخر التويتر هذه الكلمات أرسلها لي الفنان محمد صبحي قبل مرضه، وأكد علي نشرها منذ دقائق، والأدمن هو اللي كاتب الكلام ده. وبعدين لما دورت عرفت ان محمد صبحي، هي تويتر دي من كذا يوم، من يوم 13/11. بعدها لما دورت عرفت انه محمد صبحي عيان ودخل المستشفى، ونتمنى يكون يا رب ان شاء الله خرج. فندعي له يا رب يقوم ويقدر يكمل يعمل معانا احلى فن وياخد اكبر تكريم يستحقه. وانا بتابع اخبار محمد صبحي وهو في مرضه، افتكرت الفرق بينه وبين الفنان محمد سلام في اللي يخص ايه اللي خلى كل واحد فيهم يرفض الدولارات بتاعة السعودية او انه يشارك في موسم الرياض. وبسأل نفسي كتير، هو محمد سلام يستحق التكريم والاهتمام ده كله اللي حصل له من سنة 2023 ل 2025 من الناس ومن الحكومة كمان، واللي عدى يمكن الاهتمام باللي عمله محمد صبحي سنة 2021؟ اللي أعرفه إن محمد سلام رفض يشارك في مسرحية في موسم الرياض علشان خاطر فلسطين، أما محمد صبحي رفض الدولارات بتاعة موسم الرياض عشان خاطر مصر، وإنه محبش يشوف الفن المصري بيتهان. والحكاية بالنسبة لمحمد صبحي بدأت في يوم 8/12/2021، يعني دلوقتي مثلا من 4 سنين. طلع على قناة الحدث اليوم زي الفيديو اللي شايفينه قصادنا، وقال إنه رفض عرض يخص عرض مسرحية ليه في موسم الرياض، لأن المسرحية كانت هتتعرض تحت بند الترفيه، وهو معتبر الفن أغلى من إنه يتوصف بمجرد كلمة الترفيه. وإن كنا بعد كده هنفهم منه إن مش الكلمة في حد ذاتها بس اللي كانت بتضايقه، لكن الطريقة اللي كان هيتقدم بيها الفن المصري هناك. في نفس الوقت هو مدح في السعودية، يعني ما هاجمهاش ولا حاجة، يعني قال كمان إنها بقت هي اللي تستقبل الفنانين وتبروزهم، وبقت عاصمة الفن والثقافة. يعني كمان بالغ في مدح السعودية، وقال إن هي بقت عاصمة الثقافة والفن. نتمنى ان مصر تاخد خطوات جادة انها تحافظ على ريادتها، لان ده مش عيب ان القاهرة طول عمرها هي اللي سايقة الثقافة وسايقة بتوجه الثقافة وتوجه الفن في الوطن العربي كله. ولكن احنا نفرح قوي. بالمناسبة كلامي ده لا يعني اني اروح اقدم فن في السعودية او اروح مع اللي راحوا، لا، انا ما عنديش هذه الخطوة نهائي. انا راجل بشتغل في بلدي، بشتغل في وطني، وبحب وطني، وبقدم كل ما يستطيع ان يفيد هذا الوطن من اول طفل 5 سنين لغاية الكهل. ولكن انا بأبدي اعجابي بان سنة واحدة بعد انغلاق السعودية تصبح هي اللي بتشغل الفنانين، وهي اللي بتجيب الفنانين، وهي اللي بتختارهم، وهي اللي بتقدمهم، وهي اللي بتبروزهم. ده حقيقة تشكر عليه جدا جدا جدا، لان طبعا مبدأ الترفيه ده معروف ان اتبنت عليه الحركة في السعودية، فالترفيه ده شيء جيد جدا. ولكن انا رأيي في الثقافة والفن ليس ترفيها يعني. نعم. انا بقول صورة واضحة. نعم. ان اصبحت الرياض، وهذا فخر لنا، اصبحت عاصمة الثقافة والفن في الوطن العربي. وده ما يزعلناش يعني، بالعكس. يعني وفي وقت من الاوقات مصر كانت هي الرائدة. حصل شوية خطوات تراجعت فيها، مش اشكال، ما هواش مشكلة. ولكن هو المهم ان انت بتبعت اي رسائل. فاحنا اتمنى ان يبقى في اهتمام شديد جدا باختيار الفن اللي مقدم، باختيار الرسائل المقدمة. احنا لا تعارض بين الضحك والمتعة البصرية والمتعة السمعية والمتعة البصرية والمتعة الوجدانية. مفيش تعارض بينها وبين اني احترم عقلك. انا بقدم فن يحترم عقلك ولا بنهجص؟ لو بنهجص حلو برضو، لذيذ جدا، وهي لها جماهيريتها. انما البديل مهم. نلاحظ هنا ان هو في اول الفيديو قال انه فرحان للسعودية ان هي بقت بتعمل فن بعد ما كانت مقفولة سنين طويلة،
لكن في نفس الوقت قال إنه هو مش معنى ده إنه هو هيروح زي اللي راح ويعرض فنه في السعودية، وإن السبب إنه شايف إن السعودية الموسم مثلا الرياض قايم على الترفيه، وهو شايف إن الترفيه ده جزء من الفن لكن ما هواش كل الفن. يعني عايز يقول، يعني احنا بترجم كلامه حسب ما فهمته، انه هو عايز يقول موسم الرياض قايمة على البهرجة والحاجات الخفيفة والحاجات اللي فيها ضحك وتسلية، اكتر من انه يكون بيقدم اعمال قايمة على ان هي خصوصا في المسرحيات، يعني اللي هي قايمة على الافكار المحترمة او اللي بتبني الانسان. وان هو شايف انه اعمال ما تتحط في الجو ده هتقل من قيمتها مش هتزيد. اللي حصل انه واضح كان في هجمة عليه، فراح طلع تاني على نفس القناة اللي هي الحدث اليوم، كان بيصر على كلامه، وانتقد في برنامج حضرة المواطن على القناة اللي قال إنها ممكن تكون مبالغة في سفر المصريين، يقصد الفنانين، عشان يقدموا أعمال. قال إن ممكن يكون في منها اللي بيسيء للفن، طبعا خصوصا الفن المصري، وقال إنه ممكن ما تبقاش جيدة لدرجة إن هي ممكن يتقال إن هي دي مصر. وعن الريادة في مصر قال إن الريادة في مصر مش سهل إنها تروح أو تضيع، وإن مصر بقالها 120 سنة في الريادة في الوطن العربي. كلمة الوطن العربي دي تعبيره هو، وكانت لها دور في تقديم ألمع النجوم والوقوف جنبهم وقت ما كانت السعودية مجتمع مقفول سنين طويلة، وهي ليها السعودية يقصد يدوب سنة واحدة حصل فيها الانفتاح الفني، وقرر إنه بيرفض يسافر السعودية يقدم فيها عمل فني بالشكل اللي عايزه موسم الرياض. وقال: لأني لا أقبل كفنان أن أقدم فنا تحت عنوان الترفيه، أنا مش مرفهاتي، الفن فيه جزء من الترفيه والمتعة. في نفس الوقت برضو اتكلم تاني كويس عن السعودية ومدح إن هي أخيرا اهتمت بالفن، وقال حتة حلوة منه إنه قال لها يا ريت تهتم بالفنانين السعوديين وتكون نهضتك بالسعوديين. طبعا دي حتة حلوة جامد منه، لأنه هو عايز يقول لها إن إحنا كفنانين مصريين مش محتاجين السعودية، إحنا عندنا نهضتنا وعندنا خبرتنا، يا ريت أنتوا تبنوا نفسكم بنفسكم. لأنه يمكن ده تفسير مني، يمكن حس إن موسم الرياض كان من أهدافه، وده اللي شفناه بعد كده في كلام ناس سعوديين، ان هم عايزين يقدموا ان كأن موسم الرياض هو اللي ادى فرص للمصريين ان هم يبينوا فنهم ما كانش موجودة، وكأنه هو اللي عمل النهضة للفن المصري مش العكس. فهو عايز يقول لهم يعني ورونا نهضتكم انتوا بنفسكم من فنانينكم، وده طبعا في مصلحتنا من ناحية تانية ان هم ما يشفطوش الفنانين المصريين زي ما للأسف حصل، وده يسبب ان اعمال تتعطل في مصر. يعني هم كده مش بيعملوا نهضة أو مساعدة للفن المصري زي ما في السعوديين بيحاولوا يبينوا، لكن بالعكس ده هم بيقللوه، لأن هم بيسحبوا الخبرات المصرية من مصر، بتقعد هناك مدة طويلة، يعني كمان مش حتى حفلة وترجع وخلاص، في منهم يعني بيقعد هناك مدة طويلة. وختم بأنه قال: أنا أفضل العمل في مسرحي على الطريق الصحراوي في بلدي، وأسيب السعوديين يثبتوا ذاتهم وأنفسهم. يسألوني إيه رأيك في الحركة الفنية في السعودية وكده، قلت لهم يا إخوانا الحقيقة مصر بقى لها 120 سنة في ريادة وتحمل الريادة في مصر، يعني في الوطن العربي كله، وكانت مصر لها دور في تقديم ألمع النجوم والوقوف جنبيهم في الوطن العربي كله، وإذا ما نجحش في مصر ما ينجحش في بلده. السعودية كان مجتمع منغلق سنين طويلة، وبقى لهم سنة واحدة بس حصل فيه الانفتاح الفني. السعودية النهاردة هي بتشغل الفنانين المصريين، وأنا أرفض السفر بعمل فني في السعودية، لأني لا أقبل كفنان أن أقدم فنا تحت تايتل أو عنوان الترفيه. أنا مش مرفهاتي، الفن فيه جزء من الترفيه، فيه جزء من المتعة، ولكن لازم أقول برافو وفرحانين ان السعوديه فعلا يبدا الفن. طول عمرنا بقالنا سنين نقول السعوديه ليه ما فيهاش فن، كان ممنوع الشخصيات النسائيه تطلع في عمل فني، فنقول يا ريت السعوديه تتقدم انها تقدم فن وكده. انا ما اخذه فقط اني كنت اتمنى ان هذه الصحوه وهذه المهرجانات يقودها فنانين سعوديين، على اساس انهم دي اول خطوه بالنسبه للسعوديه، ولكن ممكن قوي يبقى في مبالغه كمان في سفر المصريين وذهابهم الى السعوديه لتقديم اعمال قد بعضها يسيء الى الفن.
يعني ما يبقاش فن جيد انت بتصدره عشان تقول هي دي مصر. اما مشكلتنا احنا بقى في الرياده، لازم نبص كويس قوي مع احترامنا ودفاعنا عن شخصيتنا السعوديه انها تقدم من حقها انها تقدم وتزدهر او تبقى مركز اشعاع. لازم نقول طب احنا فين بقى؟ لا احنا عندنا يا استاذ سيد كام مسرح فاتح في مصر، كام فيلم معروض في السينما. لا هنلاقي في عندنا قصور محتاجين نصحى، عشان رياده مصر دي مش سهله انها تروح ولا سهله انها تضيع. ولكن انا اتعرض عليا ملايين الدولارات عشان اسافر السعوديه. انا افضل اشتغل في المسرح بتاعي في الصحراوي في بلدي، واسيب السعوديين هم اللي يثبتوا ذاتهم ويثبتوا نفسهم. بس ده رايي. هذا راي محترم الحقيقه مع كل وقال كمان في الحوار انه رفض ياخد ملايين الدولارات علشان يعرض المسرحية بتاعته تحت اسم الترفيه. معلش يا جماعة، ان كنت انا بكرر الكلام او بقول الكلام بالظبط زي اللي اتقال في الفيديو، في ناس ممكن تقول طب ما هو كده كده هيتقال في الفيديو ليه انت بتقوليه؟ هو بس علشان اليوتيوب اوقات بيحذف فيديوهات اللي عليها حقوق ملكية او حظر اعادة نشرها، وانا مبقاش عارفة الفيديو اللي بستعمله عليه القيود دي ولا لا. فعشان لو اتبعت لي رسالة من اليوتيوب يقول لي احذفيه وحذفته، يبقى المعنى موجود عند الناس والكلام موجود عند الناس ويعرفوا احنا بنتكلم في الحلقة عن ايه ومين قال ايه. وهنا هنلاقي على صفحته محمد صبحي يوم 30/1/2022 بيلخص الكلام اللي قاله لوسائل الإعلام، وقال أفضل أن أعمل في بلدي وأقدم الفن الذي أريده حتى ولو كان على خشبة مسرح مقام بالصحراء. رفضت 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحية خيبتنا بموسم الرياض اعتراضا على العمل تحت شعار ترفيه. أي فنان عربي لا يعرف طريقا للشهرة إلا إذا احتضنته مصر وقدمته للعالم العربي. أكدت للمسؤولين في موسم الرياض أني مستعد لعرض مسرحياتي مجانا ولكن تحت شعار آخر غير الترفيه. ستبقى مصر الريادة بحكم التاريخ من مئات السنين والواقع وكل شيء. هنا طبعا هنلاحظ أنه بالنسبة لموضوع الريادة بعد ما كان قال حوار سابق أنه السعودية بقت عاصمة الفن والثقافة، هنا أكد أن لكن الريادة تبقى لمصر. يعني يمكن يتفهم من الكلام أنه مش معنى أنه في بلد قدرت بفلوسها ان هي تلم مثلا اشهر الفنانين في مصر والمنطقه ويبقى عندها الفرص طبعا ماديه للفنانين اكتر من مصر، ان ده في حد ذاته ان هي بقى عندها رياده حقيقيه. هي ممكن تكون عاصمه، يعني اللي هي المكان اللي سهل يتجمع فيه الناس دول في احتفالات لانها بقى تدفع اكتر. لكن بالنسبه لرياده الفن بالمعنى الحقيقي للفن قوته وتقله هتبقى هي في مصر. طيب ايه كان رد بتوع موسم الرياض؟ مع ان محمد صبحي ومع نقده لموسم الرياض لكن مدح السعودية واتمنى لها الخير وقال زي ما قلنا بقت عاصمة الفن والثقافة. لكن الرد بتاع تركي آل الشيخ كان رد كله هجوم، وهجوم بشكل ما يطلعش من مسؤول في الفن والثقافة. فراح قال ايه؟ كان في واحد سعودي اعلامي سعودي اسمه توفيق خليفة، وقال شتم شتيمة مش كويس من محمد صبحي. محمد صبحي لا قيمة له في الوطن العربي وليس نجم شباك والمنتجون لا يريدونه، فهو مجرد زائدة دودية في الفن من وجهة نظري. هنا بقى راح دخل مين؟ دخل تركي آل الشيخ. هي التويتة بتاعت تركي آل الشيخ حذفها، أنا دورت عليها على أصل التويتة لقيته حذفها، التويتات اللي هنقولها دلوقتي وبس هي موجودة هنا على CNN. قال إيه بقى تركي آل الشيخ اللي هو رئيس الهيئة العامة للترفيه اللي بتعمل الموسم الرياض؟ قال والله أنا أبي أعرف اللي عرض الملايين، يعني أنا عايز أعرف اللي عرض الملايين عليه، نبي نكشف على قواه العقلية. عموما تراجع ولعها، افتكروني في السكة بس جت غلط. يعني هو في معنى كلامه إنه هو شايف إن اللي عرض على محمد صبحي إن ياخد ملايين دولارات علشان يعرض المسرحية محتاج يتكشف على قواه العقلية. وبعدين كمان راح كمل وقال هو مشخصاتي يا أخ توفيق. طبعا الرد بتاع تركي آل الشيخ هو شتيمة لي وشتيمة لي الفنانين السعوديين كمان مش الفنانين المصريين. ليه؟ أول حاجة ما فيش حد هيعرض على محمد صبحي ولا غيره وملايين الدولارات وإن هو يجي يعرض في موسم الرياض إلا لما يتعرف رأي تركي آل الشيخ ده. تاني حاجة إن هو اعتبر كلمة مشخصاتي لما تتقال على الفنان دي شتيمة، وده في حد ذاته معناه إنه محمد صبحي كان على حق وإن في مسؤولين عن موسم الرياض مش بيحترموا الفن أصلا.
فكده تركي آل الشيخ معناه شتم مش بس الفنانين المصريين، لكن شتم كمان الفنانين السعوديين الممثلين، لأن طبعا هم حسب التعبير القديم مشخصاتية. مشخصاتي مش شتيمة في حد ذاتها، مشخصاتي معناه اللي بيعمل الشخصية مش بتاعته، اللي هي الوظيفة بتاعت الممثلين. فهو طريقة ردوده وقعته في شر أعماله، يمكن علشان كده حذف التويتات. طيب نيجي نرد محمد صبحي. كتب صبحي على صفحته على الفيسبوك في نفس اليوم 1/2/2022 اللي اعتبروا الناس رد منه على تركي آل الشيخ. قال: ما قيمة أن يكون الرجل غني بماله وفقير بعلمه وأخلاقه؟ أشفق على جاهل يتألم من جهله، وأتعجب من جاهل يداري جهله بلسان ذاق مرارة سوء أخلاقه. والمال لا يرفع قيمة الجاهل ولا يغني من كان في وطنه مكرما وغنيا بعلمه. فمحمد صبحي رغم هجمة كتير من السعوديين ضده، حتى الحكومة السعودية نفسها يعتبر كده، بس برضه ما غيرش رأيه، ولفت الأيام وثبت إن قلقه من الفخ المنصوب للفنانين المصريين في الموسم الرياض كان صح، وإن الهدف الأول يتشفط خيرة المصريين للسعودية وبعدين يعملوهم هناك في السعودية بالإهانة. ففي كان قال إنه موسم الرياض 2025 هيكون فيه العروض سعودية وشامية، سعودية وخليجية وشامية. وقتها محمد صبحي رد تاني على تركي آل الشيخ وقال، كان عرض جزء من حوار ليه بيتكلم عن إن هو بيطلب من السعوديين إن هم يهتموا بالفنانين السعوديين بدل ما يعتمدوا على الفنانين المصريين أو غيرهم. وقال هذا الحوار بتاريخ أكتوبر 2022، واليوم أتوجه بالشكر للمسؤولين بالرياض لتنفيذ تعليماتي منذ 3 سنوات. وبعد التصريحات الأخيرة استبعاد الفنانين المصريين من موسم الرياض، نقول لزملائنا الفنانين: ما رأيكم؟ زاد فضلكم. إن هو طبعا بيلوم الفنانين المصريين اللي سخروا نفسهم لموسم الرياض وافتكروا الدنيا دايما ليهم هناك، وبيقول لهم شوفوا حصل لكم إيه والإهانة اللي يعتبر تعرضوا لها. طيب نيجي لمحمد سلام. هو كان في شهر 10 سنة 2023، يعني في نفس الشهر اللي قامت فيه حرب غزة، طلع في فيديو وقال إنه مش هيشارك في مسرحية بتتعرض في موسم الرياض. إيه السبب؟ قال: مش قادر أتصور أروح أغني وأرقص وإخواتنا في غزة بتموت، وإني لو رحت يبقى كأني خذلتهم، وكفاية علينا السكوت ومحدش بيعمل لهم حاجة، واللي بيحصل في فلسطين هو قضية كل مسلم، وواجب كل مسلم يساعد المسلمين في غزة، وربنا لما يتوفانا ويسألنا كلنا أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه؟ وأنا أرد وأقول في الوقت اللي كان فيه إخواتنا في فلسطين بيموتوا ويندمحوا أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وأرقص وأغني؟ طبعا لا. وانتقد السعودية عشان ما وقفتش موسم الرياض زي ما في مصر توقف مهرجان الجونة ومهرجان الموسيقى العربية، وعمل الفيديو ده قبل سفره لعرض المسرحية في الرياض بيوم. نسمعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني وفيها استعراضات، والمفروض إن احنا هنعرض إن شاء الله يوم 30، وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وأهزر وأغني وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا. أنا مش هقدر أسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إن احنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي يتأجل زي مثلا ما حصل في مهرجان الجنانة ومهرجان القاهرة، أو يحصل إن الموضوع يهدى هناك في فلسطين في غزة، موضوع يهدى والناس تتدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعرض. بس ما فيش حاجة بتحصل. أنا حاسس، معلش سامحوني لو إحساسي أوفر شوية، بس أنا حاسس إن أنا لو عملت كده هبقى أنا أكني زي اللي بقتلهم بالظبط، يعني إن أنا خذلتهم، مش عارف أعمل لهم حاجة. يعني كفاية علينا السكوت اللي احنا فيه كلنا ومفيش حد بيعمل لهم حاجة. فكمان أنا مش هبقى ساكت بس، يعني أنا كمان عمال أهزر وأغني وأرقص. فأنا بعتذر جدا
عن إن أنا أشارك في موسم الرياض. والمشكلة إن دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده دي قضية كل مسلم. في المقام الأول هي قضية كل مسلم، والمفروض الواجب على كل المسلمين إن هم يساعدوا إخوانهم في غزة ويحاولوا يقدموا لهم أي مساعدة. فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفانا ونتسأل كلنا، أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه؟ اللي ما قدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا. أنا هرد هقول إيه؟ هقول إن في الوقت اللي كان فيه إخواتنا في فلسطين بيتضربوا وبيموتوا وبيتذبحوا، والأطفال والنساء والرجال، أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وأرقص وأغني. طبعا لأ، مش هقدر أعمل كده. فأنا كان عندي أمل يعني إن المهرجان يتأجل أو يتلغي، بس المهرجان ما زال قائم، ماليش علاقة، هو ما زال قائم ليه، مش بتاعتي، ماليش إن أنا أتدخل فيها. فأنا مش هقدر أكون جزء في اللي بيحصل، ومش هقدر أشارك في المهرجان ده. طبعا هو هنا حط السعودية في إحراج لأنها ما لغتش موسم الرياض، وده مش من حقه، لأنه مش مطلوب من أي دولة إنها توقف مشاريعها أو حياتها عشان دولة تانية، خصوصا لو البلد التانية دي بحالة حرب طويلة والحروب فيها ما بتخلص. فمثلا إحنا أجلنا مهرجان الجونة أو غيره عشان غزة، طيب وتأجل بعدين افتتاح المتحف الكبير، طيب وبعدين حددنا ميعاد تاني لافتتاح المتحف، فراحت قامت المعارك اللي في الفاشر اللي في السودان، كان بقى ينفع نأجله تاني؟ الحروب في المنطقة ما بتخلص، شوية حرب في فلسطين وشوية في السودان وشوية في سوريا وشوية في اليمن وشوية في ليبيا إلى آخره. يبقى كده هنوقف الحياة في مصر مثلا؟ بنفس الشكل مش مطلوب مننا نحدد للسعودية تعمل مهرجانات ولا توقفها، خصوصا في حاجة ما تخصش مصر. تاني حاجة، هو كده عمل نفسه بيفهم في الأصول أكتر من الفنانين المصريين اللي راحوا يشاركوا في المسرحية، فهو كأنه بيحرجهم، مع إنه الحرب مش في مصر، الحرب في غزة، يعني مش بلدهم، ومش مطلوب منهم برضو يوقفوا أكل عيشهم عشان حرب كل شوية بتقوم هنا وهناك في بلاد مش بتاعتنا. كمان كان واضح على محمد سلام يعني طريقة إخوانية أو سلفجية في طريقة التضامن مع غزة، كان بيتكلم بنفس الطريقة بتاعتهم، يعني مش طريقة مصرية خالص، يعني كلامه ماشي في سكة نصرة إخواننا المسلمين في غزة، إن غزة قضية كل مسلم، إنه يدوس على ضميرنا ويقرص في ضميرنا ويقول خذلناهم ومش خذلناهم، كأن مثلا إحنا اللي قومنا الحرب أو كأن إحنا المسؤولين عنهم. طب السؤال، لو كان اللي في غزة مسيحيين أو أي دين تاني غير الإسلام وبيحصل لهم نفس اللي بيحصل لهم، كان هيصعبوا عليك وترفض تروح موسم الرياض عشان خاطرهم، ولا كان عادي تروح؟ ده حتى بيدي رسالة للمصريين اللي دينهم مسيحي، إن الفنان اللي قصادهم ده يعني بيعتبر إن إخواته هم المسلمين بس، أما المصري ابن بلده لو دينه مسيحي فده حاجة على جنب. فهل ده طريقة مصرية في الكلام وفي التفكير؟ يعني يمكن لو كان قال إن مثلا بتوع غزة دول ناس مثلا بيتعرضوا لحرب وكذا وخلاص واكتفى بكده، كانت أظرف من إن هو يقول إن دي قضية كل مسلم أو إن عشان إخواتنا المسلمين. المهم في الآخر أنا ما لقيتش مصر في القصة كلها بتاعة محمد سلام، لا في مشاعره ولا في تفكيره ولا في أولوياته. وهنا كمان كام سؤال. محمد سلام هنا استغنى عن دولارات موسم الرياض، واتقال إنه كان أجره 80,000 دولار، استغنى عنهم عشان خاطر فلسطين مش عشان خاطر مصر. فيا ترى هو ليه ما عملش زي ما عمل محمد صبحي قبله بسنة؟ طيب فرضنا إنه الفنانين ما كانوش في الأول وصلهم البصيرة اللي كانت عند محمد صبحي والخبرة بتاعته، وطبعا نعذرهم وكانوا على نيتهم، كان احنا لو مكانهم كنا عملنا زي كده، يعني باب رزق واسع واتفتح، وكنا فاكرين يعني ان السعودية او بتوع موسم الرياض دول ناس نيتهم كويسة ورايحين كمان نشجعهم ان هم ينفتحوا على الفن ويبقى ليهم اسم، وكل النوايا الحلوة دي ما فيش فيها في الاول مشاكل، ومفكرين ان السعودية هتفضل تحترمهم على طول. طيب يا ترى بعد كده لو ما كانش حصلت حرب غزة وكان محمد سلام فضل شغال في السعودية، كان هيغير على مصر بعد ما تركي آل الشيخ ومعاه سعود القحطاني اللي هو كان مسؤول في الديوان الملكي السعودي ومن أصحاب محمد ابن سلمان، وبيكتب على
تويتر باسم كولومبوس، وبيشرفوا سواء تركي آل الشيخ أو سعود القحطاني على أكبر وأقذر حملة إعلامية اتعملت ضد مصر، وإحنا متابعينها على تويتر ويوتيوب وفي كذا مكان ليها كذا سنة. بيضربوا في كل حاجة في مصر ويقللوا من كل حاجة في تاريخ مصر، ودلوقتي وحتى طالت الأعراض بتاعة المصريين والجيش المصري، وبتكفر الحضارة المصرية، وبتنشر فتن طائفية في مصر وهي بتلعب على حتة مسلم ومسيحي. وكمان حتى حملاتهم على الفن المصري نفسه يبينوه إنه هو ولا حاجة، وإن الفنانين المصريين ما بقاش يبقى لهم قيمة ولا اسم غير لما يروحوا موسم الرياض. طيب قصاد ده كله كان هيتنفض الدم في عروقه ويغير على مصر ويرفض إنه هو يروح يقدم أعمال في السعودية بعد كده، ولا كان هيعمل زي ما إخسار عملت أنغام وناس تانية غيرها وبرضه لسه بيروحوا موسم الرياض؟ دي أسئلة أنا ما عنديش إجابة عليها لسه، لأني أنا ما أعرفش محمد سلام كويس ولا أعرف نواياه ولا شخصيته. أنا بقول اللي ظهر لينا بس. اللي حاصل لحد دلوقتي هو إنه محمد صبحي استغنى عن ملايين الدولارات بتاعت موسم الرياض عشان خاطر مصر، أما محمد سلام فاستغنى عنها عشان خاطر فلسطين. الحاجة اللي بس كنت عايزة محمد صبحي إنه هو يعتذر عنها للمصريين وللفن المصري، هي إنه في مسرحيات على قد مسرحياته ما كانت ليها قيمة كبيرة، إلا إنه كان فيها مشاهد الحقيقة ما كانش لها أي لزوم، لكن كانت بتسخر من الست المصرية وتقدمها بشكل مش كويس، وهو عامل دور ست فيها إيحاءات مش كويسة، فيها ألفاظ مش كويس، فيها طريقة في اللبس فيها استهزاء بالست المصرية. طبعا هو ما كانش قاصد بس ده برضو حاصل. في حاجات مشاهد عملها هي ضد الأخلاق، ولا كنت من كذا سنة بعتله على حسابه على تويتر إنه هو ينظف تاريخه، وتاريخه كبير وتاريخه يشرف، ينظف تاريخه من المشاهد دي، وإنه هو يعتذر يقول إنه هو ندمان على المشاهد دي، خصوصا إنه لما احنا بندافع عن محمد صبحي دلوقتي وهو يستحق الدفاع طبعا، بنلاقي ناس من السعوديين أو غيرهم بيعرضوا المشاهد المش كويسة اللي قدمها في مسرحيات أو أفلام ويقولوا أهو محمد صبحي اللي بتقولوا عليه بتاع أخلاق، شوفوا بيقدم إيه. في الآخر كل الدعوات بالشفاء والعافية للفنان محمد صبحي، ونتعشم إنه يفضل دايما هو، ومن قبله كانت الفنانة فايزة كمال اللي ليها حكاية هي كمان في رفض دولارات السعوديين لما واحد سعودي عرض عليها فلوس كتير قصاد حاجات ضد الأخلاق ورفضتها. نتعشم الناس اللي زي دي يفضلوا هم دايما عنوان الفنان المصري اللي بنتشرف بيه قصاد كل اللي يحاول يهين المصريين وفنهم وحضارتهم. وفتكم بألف عافية.